أحلى وأجمل وأبسط تورتة عيد بكيكة اسفنجية ناجحة جدا ومضمونة وتزيين رائع وبسيط وسهل وسريع ممكن تدوقوها. هي تورتة الكريم شانتيه بالجناش. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. هنبدأ الأول نعمل الكيكة بتاعتنا، والمقادير لصينية مقاس 26. هننزل ب4 بيضات كبار في البولة بتاعتنا، وعليهم 1.25 كوباية من السكر العادي، ونخفقهم بالمضرب الكهربائي أو المضرب العادي أو في العجان المتوفر عندكم أو في الخلاط لحد ما السكر يدوب والخليط يفتح لونه ويكون بالشكل ده. ننزل عليه بمعلقة صغيرة من الفانيليا ونخلطهم كويس مع بعض، ونكون محضرين 1.25 كوباية من الزيت العادي مضاف له معلقة كبيرة من الزبدة، ونضيفهم للخليط ونستمر في خفقه حتى يتجانس. ولما يتجانس الخليط مع بعضه هندخل 2.5 كوباية من الدقيق متعدد الاستعمالات وعليه ذرة ملح، ونضيف عليه باكو كامل من البيكنج باودر أو الكيك شيف، ونخلط المقادير الجافة كويس مع بعضها، وننزل بيهم على الخليط السائل، ونكمل خفق بالمضرب. لحد ما نوصل للقوام ده. هنلاحظ ان هو تقيل شوية. هنكون غلينا 1 كوباية من الحليب او اللبن 250 ملي، هنضيف عليها 2 معلقتين كبار من الزبدة ونقلبهم لحد ما الزبدة تدوب، وننزل بالحليب وهو سخن، هو والزبدة ننزل بيهم على الخليط بتاعنا السائل. ما نخافش من اي حاجة، ولا نخاف من ان البيكنج باودر يتأثر او الكيك شيف، مش هيحصل له حاجة ان شاء الله. ونقلب الخليط مع بعضه من تحت لفوق لحد ما يختلط تماما، وبيكون ده القوام بتاعه. ننزل بالخليط في صينية متبطنة بورق الزبدة أو مدهونة بمادة دهنية ومتعفرة بالدقيق، وندخلها فرن سبق تسخينه 180 درجة في الوف الوسطاني علشان تطلع لنا بالشكل الرائع ده. هنقلبها على الشبكة ونشيل ورقة الزبدة ونسيبها تبرد تماما، ونبيتها لتاني يوم علشان نزينها. هنبدء نحضر تزيينها. عندنا 200 جرام من الكريمة البودرة أو حوالي 1.25 كوباية. هنضيف عليهم 70 جرام من سكر البودرة حوالي نص كوباية، وهنضيف عليهم 2 كوبايتين كبار من المية حوالي 500 ملي أو الحليب زي ما تحبوا، وهنخفقهم بالمضرب الكهربائي عشان نكون الكريمة بتاعتنا. ولما الكريمة تتقل وتكون بالقوام ده هننزل عليها بمعلقتين أو 3 من كريم باتسوري البودرة. الحقيقة بيدي الكريمة قوام أقوى ومتماسك أكتر وبيديها طعم حلو قوي، وهنخفقها كويس قوي معاها. هنبدأ نعمل الجناش بتاعنا. هناخد 50 جرام أو حوالي 4 معالق من الكريم شانتيه الخام، ونضيف عليه 1.25 كوباية من المية، ونغليهم على النار، وننزل بيهم على 1/4 كيلو من الشوكولاتة الخام وهم سخنين علشان يدوبوا الشوكولاتة. الكيكة بتاعتنا هنقسمها ل3 أقسام، ونبدأ نسقي كل قسم بشربات خفيف، ونغلفها بالكريم شانتيه بتاعتنا، ونكرر نفس العملية في ال3 أجزاء من الكيكة. وكل جزء نضغط عليه علشان يكون بالشكل ده. هنبدأ نغلف التورتة كلها بالكريم شانتيه، ونسويها بالسباتشولا. بقية الكريم شانتيه هنضيف عليه الجناش بتاعنا بعد ما برد،
وهنضربه بالمضرب الكهربائي علشان تتكون لنا كريمة الكريم شانتيه بالجناش. الحقيقة طعمها بيبقى جميل جدا ومتميز. هنحطها في كيس حلواني ونبدأ نزين التورتة بتاعتنا بالوردات اللي احنا نحبها او الشكل اللي احنا نحبه. وده كان شكلها النهائي. انا زينتها بوردات بسيطة، وضفت لها شوية من حبات الكرز او الكراز المجفف. ودي كانت تورتتنا النهارده. الحقيقة أنا كنت معزومة وكنت واخداها هدية للي أنا معزومة عندهم، وقد إيه الحقيقة شكلها وطعمها كانوا حلوين جدا، والكيكة بتاعتها خفيفة وطرية وإسفنجية، وكريمة الكريم شانتيه بالجناش قد إيه طعمها في حتة تانية خالص ورائعة. أتمنى لو عجبتكم الوصفة النهاردة تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، وكل عام وأنتم بخير، لأنها فعلا تستاهل تتنفذ. وبالهنا.